أهلا بكم إلى حلقة جديدة من يوميات المزرعة. يا سلام. يلا بنتي يلا. سوف نتكلم في هذه الحلقة عن كيفية اختيار الماعز والغنم للتسمين. يرتبط التسمين بعدة أمور أهمها أن يكون الجدي أو الخروف قد أخذ ما يكفي جسمه من حليب الأم لكي يكون نموه سليما، فإن كان لم يأخذ كفايته سيواجه مشاكل في النمو أو سيبقى حجمه صغيرا أو سيموت. فبحسب تجربتنا فإن فترة 3 أشهر من الرضاعة هي الفترة المثلى، حيث يصبح الخروف أو الجدي قويا قادرا على أكل الأعلاف والعشب بسهولة. ثانيا، نوعية النسل الذي تختاره للتسمين، وأقصد هنا أن يختار المربي النسل الطويل وذو القامة العالية، فمهما أطعمت أو علفت بخروف قطعته صغيرة أو قصيرة لن يبلغ من الوزن أكثر من 40 كيلوغراما. أما الخراف أصحاب القامة العالية والطويلة فإنه يبلغ من الوزن 80 كيلوغراما فأكثر. ثالثا، نوعية العلف التي تقدم للماشية، فمن أهم أسباب التسمين الناجح ومن حكم تجربتنا هو اختيار الأعلاف بعناية، حيث سنقوم في مقطع لاحق بمشاركتكم تجربتنا الناجحة في التسمين وبتفاصيل خلطة الأعلاف ومكوناتها. وها هي الأم التي ولدت في الأسبوع الماضي ترعى وتأكل العشب من المرعى، وها هما الجديان الجميلان الأبيضان يرتعان ويلعبان. أيها الجدي الجميل، فهل رأيتم أجمل من هذا الجدي في هذا العالم؟ سبحان الذي خلق فأبدع. وها هو الجدي الثاني يلعب. وسبحان الله، فهما منذ صغرهما يعشقان الوقوف على الحجارة وعلى الصخور، ففي جيناتهم النسل السويسري، الصخور وعلى حفاف الجبال. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.